السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة. فأول حاجة طبعا أعملها إن أنا بعصج اللحم. هنشوف طريقة تعصيج اللحم. بجيب طاسة وأحطها على النار وأحط فيها معلقة زيت. بعد كده بحط البصل وأشوحها تشويحتين. احط البهارات بتاعي اللي هي ملح وفلفل وجنزبيل وبابريكا تتحمص مع البصل وتاخد تشويحتين. بعد كده بحط اللحمة المفرومة على البصل والتوابل لحد ما تستوي. اللحمة استوت ولونه اتغير بالشكل ده دليل على السوا. بحط الفلفل الالوان اصفر واحمر واخضر وياخد تشويحتين. وكده الحشوة تكون جاهزة لعمل الجلاش. هنبدأ نعمل صينية الجلاش. عندنا العصاج جهزناه وعندنا الجلاش جايبينه جاهز. دي لفة جلاش نص كيلو. وعندنا محلول التوريق اللي هو بيتكون من كوب لبن ومعلقة سمن ومعلقة صغيرة بودر وملح وفلفل والجنزبيل. عندي الصينية دهناها مادة دهنية. هبدأ أحط نص لفة الجلاش. هنشوف ازاي. حطيت ورقتين من الجلاش وكل ما احط ورقتين همسحها بمحلول التوريق بالشكل ده. هحط كده لحد ما اخلص نص لفة الجلاش. حطيت نص لفة الجلاش والمحلول بتاع التوريق. ببدأ احط اللحمة المفرومة واسويها على الصينية. حطيت اللحمة المفرومة ووزعتها في الصينية علشان ازود الطعم واخلي الطعم كويس. عندي جبنة موزاريلا بزود الطعم وبحط عليها شوية جبنة من موزاريلا بالشكل ده. ببدأ بغطي الوش بتاعها بالجلاش بالشكل ده. كل ورقتين احط عليهم المحلول بتاع التوريق. ظبطت الصينية بالجلاش وببدأ بقطع الجلاش بالخرط اللي انا عايزاها بالشكل ده. بعد ما قطعتها بقية المحلول بحطه على الوش وبشربه لصينية الجلاش. اللي على الوش ده طبعا اللي في المحلول اللي هو الفلفل الاسمر. بجيب جبنة موزاريلا عشان تتحمر وتدي طعم وشكل كويس، واحط كده قليل من جبنة الموزاريلا على صينية الجلاش واولع الفرن على 180 درجة في الصف الاوسط واحطها تستوي هي كلها مستوية وحمر الوش، واشوف لما تطلع هيبقى شكلها ايه. ودي شكل صينية الجلاش بعد ما خرجت من الفرن. ما خدتش وقت. لو الجلاش عندي في البيت واللحمة المفرومة كانت موجودة في البيت والمكونات في البيت، يدوبك التوضيب والخبيز ما بياخدش ربع ساعة اكون خلص. يعني ده تعتبر اسرع وجبة غدا بتتعمل. والجلاش كانت اللفة نص كيلو واللحمة المفرومة ربع كيلو. والصينية اللي انا عاملة فيها صينية الجلاش ديت مقاسها 35. وكده اكون انتهيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.